التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام نادي الجونة في الجولة رقم 20 في الدوري المصري. المباراة اللي هتتلعب النهاردة إن شاء الله الساعة 7 مساء على استاد القاهرة الدولي، ومعانا كمان 4 ماتشات أيضا في الجولة رقم 20 في الدوري المصري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما ابدا معاكم الفيديو يا ريت ما تنسونيش باللايك فضلا وليس امرا. الناس اللي بتنسى اللايك فضلا وليس امرا، انا عندي اللايك اهم من اي شيء، لان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو وبيخلي اكبر عدد من الناس لما يشاهدوا الفيديو بتاعي. طبعا الاشتراك في القناه ده شيء اساسي، عايز اوصل ل 1000 مشترك. نروح الاول على التشكيل المتوقع للنادي الاهلي، وفي نهايه الفيديو ان شاء الله هقول لكم على نتائج المباريات اللي اتلعبت. هم معانا 4 ماتشات هقول لكم على نتائجهم، كل فريق مركزه كام في الدوري المصري بالنسبه للماتشات اللي اتلعبت. بالنسبه لتشكيل النادي الاهلي لاستعدادا لنادي الجونه، يعني في حراسة المرمى مصطفى شوبير، 2 دفاع طبعا، ناحية اليمين محمود متولي، ناحية الشمال محمد عبد المنعم. دي التشكيل المتوقع بالنسبة لي أنا. تاني هقولها من الأول، ده التشكيل متوقع ليا أنا، ده اللي أنا بتمنى إن هو مارسيل كولر ينزل بالتشكيلة دي. في حراسة المرمى مصطفى شوبير، 2 دفاع، محمود متولي ناحية اليمين، محمد عبد المنعم ناحية الشمال، ناحية ظهير أيمن عمر كمال عبد الواحد، ظهير أيسر علي معلول. 3 خط الوسط طبعا أكرم توفيق بعد التألق اللي عمله في آخر ماتشين 3. طبعا لازم يبدأ في ريح مروان عطية، صانع ألعاب إمام عاشور. 3 في الهجوم، ناحية اليمين بيرسي تاو وناحية الشمال حسين الشحات، وفي الهجوم وسام أبو علي. دي طبعا التشكيلة اللي أنا بتوقعها، ودي طبعا التشكيلة الأمثل بالنسبة لي إن مارسيل كولر يبدأ بيه. نخش أول حاجة كده، مصطفى شوبير طبعا لا خلاف عليه. طبعا محمد عبد المنعم برضو لا خلاف عليه. طبعا رامي ربيعه كان في اخر الماتشات، في المباريات الاخيره هو اللي كان بيبدا طبعا، بس عشان خاطر طبعا تقريبا عنده ثلاث انذارات، فطبعا مش هينفع يلعب المباراه ديت. فطبعا احسن بديل ليه دلوقتي في الوقت الحالي هو محمود متولي. طبعا انا بتمنى ان هو ينزل في الظهير الايمن طبعا عمر كمال عبد الواحد. انا مش عارف هو مقعده ليه الماتش اللي عدى. محمد تاني طبعا مرهق، طبعا من عدد المباريات الكتيره اللي لعبها ورا بعضها. فطبعا عمر كمال عبد الواحد كان لازما حتى ياخد جزء، حتى ولو نص المباراه اللي عدت ديت. الماتش الاسماعيلي محمد تاني كنت تطلعه حتى في الدقيقه 60 مثلا او في الدقيقه 65، وكنت تنزل عمر كمال عبد الواحد. انا مش عارف ما نزلوش ليه، بس انا شايف ان هو لازم ننزله الماتش ده بالذات ويريح محمد هاني شويه. طبعا ظاهر ايسر علي معلول مفيش خلاف عليه. اكرم توفيق طبعا لازم يبدا بعد التالق ده، طبعا ما ينفعش ان هو يقعد خالص في نص الملعب. خلاص ثبت نفسه في خط الوسط اكرم توفيق، بسم الله ما شاء الله. طبعا في روح مروان عطيه، طبعا عوده حميده لمروان عطيه لا خلاف عليه طبعا. وطبعا صانع العاب امام عاشور طبعا ما فيش خلاف عليه برضك. 3 في الهجوم، بيرسي تاو برضك لا خلاف عليه، حتى وان كان ما رجعش مستواه الطبيعي. بس طبعا بيرسي تاو طبعا ما يقعدش. انا طبعا كمان انا زعلان جدا على كريم فؤاد، بس طبعا ما بحبش اتكلم على الحاجات اللي زي ديت. طالما بيرسي تاو جاهز خلاص يلعب ما فيش مشكله. طبعا طبعا انا زعلان جدا بصراحه على احمد عبد القادر طبعا، بعد غيابه فتره كبيره رجع طبعا وثبت اقدامه بعد ما لعب على طول وبدا تالقه على طول، بسم الله ما شاء الله. واتصاب على طول، ما لحقش حتى ان هو يلعب ماتشين 3 ورا بعض. كنت محتاج يا رب بس يرجع قبل ماتش النهائي بتاع الترجي، حتى ماتش عايزين نلحقه في الماتشين بصراحة. هو مارسيل كولر يعني بصراحة نفسه ان هو احمد عبد القادر ينزل، يعني يتم شفائه قبل ماتش الترجي. حتى ماتش الذهاب عايز يلعب احمد عبد القادر عشان خاطر يبقى عنده 2، احمد عبد القادر وحسين الشحات، لا قدر الله حد فيهم ارهاق ولا حاجه التاني يبقى جاهز، واحد غير 2. حسين الشحات طبعا ما فيش مشكله طالما هو جاهز يبدا، بس انا طبعا كنت اتمنى ان احمد عبد القادر يبقى جاهز، اي حد فيهم طبعا يبقى جاهز، بس انا كنت اتمنى هما الاثنين يعملوا بنفسهم هما الاثنين مع بعض. حسين الشحات طبعا ما فيش خلاف عليه، ووسام ابو علي طبعا ما فيش خلاف عليه برضو. وسام ابو علي بسم الله ما شاء الله، يعني ربنا يحميه من الاصابات. متالق بصراحه مع النادي الاهلي.
تشكيلة بصراحة أنا شايف إن هي مفيش خلاف عليها خالص. طبعا كوكا في نص الملعب، هينزله في الشوط التاني أكيد هينزله كوكا، طبعا ممكن ينزله مكان أكرم أو مروان عطية أو إمام عاشور حسب مجريات الأمور، بس هو كده كده كوكا هينزل في الشوط التاني. طبعا عندك بدايل تانيين، عندك ممكن تنزل مثلا، عندك بدايل بسم الله ما شاء الله، عندك بدايل يعني تشكيلة النادي الأهلي كلها دلوقتي يعتبر اكتملت كلها دلوقتي، ما عادش فيه إصابات الحمد لله. فدي حاجة طبعا دي حاجة كويسة، بس ربنا بس يحمي اللعيبة ديت، عشان خاطر برضو ايه ماتش النهائي بتاع الترجي الذهاب والعودة، فمش عايزين إصابات. هما طبعا الأهلي فاضل له 3 ماتشات قبل ماتش النهائي. طبعا ماتش الجونة اللي هيلعب بكرة في تمام الساعة 7 مساء، وبعدين يوم 7 اللي هو يوم الثلاث اللي جاي مع الاتحاد السكندري، ومفيش برضك يوم 11 برضك مع بلدية المحل. يعني الجونة بكرة وفاضل الاتحاد السكندري وبلدية المحلة، دولت ال3 ماتشات اللي هيتلعبوا قبل ماتش الذهاب بتاع الترجي اللي هو هيتلعب يوم 18، ده ماتش الذهاب، وماتش العودة يوم 25 هنا في القاهرة إن شاء الله. والأهلي بإذن الله هياخد البطولة رقم 12 بإذن الله. ده بالنسبة للنادي الأهلي. انا بقى توقعاتي لنتيجة المباراة ان شاء الله باذن الله، لو مارسيل كولر ما الفش وما ينزلش موديست يا جماعه ما ينزلش. زي ما انتم شايفين كده ماتش الاسماعيلي الاهلي كان كسبان 2-0 ونزل موديست، كان مطمن خالص ان النتيجه 2-0 في الدقيقه 70. لا الاسماعيلي جاب جون في الدقيقه 75، فاضل ربع ساعه و5 دقايق وقت والله كمان تلت ساعه، الاسماعيلي كان ممكن يخطف هدف التعادل، وكنا بصراحه يعني الماتش اتجلب علينا خالص، تحس ان موديست نزل ادالهم طاقه ان هم يجيبوا في الاهلي جوان. فطبعا موديست طبعا ما نزلش خالص، هو عايز تريح وسام، وتنزل كهربا، هو ده خير بديل ليه. كهربا مكان وسام ابو علي مش هتحس بفرق كتير، كهربا بيجري ومتحرك وما بيديش مساحه للمدافعين ان هم يلعبوا كوره، هم بيضغط عليهم يعني. ده بالنسبة للنادي الأهلي. نروح بقى الماتشات بقى بقية الجولة معانا، الجولة رقم 20 في 4 ماتشات اتلعبوا. أول ماتش معانا الزمالك والبنك الأهلي، والزمالك فاز بنتيجة 1-0 كده. الزمالك عنده 24 نقطة في المركز ال 12 ولعب 14 مباراة. البنك الأهلي عنده من النقاط 18 في المركز ال 15 ولعب 20 مباراة. المباراة التانية معانا في نفس اليوم كانت أول امبارح، فيوتشر وطلائع الجيش اتعادلوا مع بعض بنتيجة 0-0 كده. فيوتشر عنده 26 نقطة في المركز التاسع ولعب 18 مباراة، أما طلائع الجيش 28 نقطة في المركز السادس ولعب 18 مباراة. الماتشين التانيين اللي اتلعبوا امبارح زد والمقاولون العرب، والمقاولون العرب قدر ان هو يفوز على زد 1-0 كده. زد بعد هذه الخسارة يبقى رصيده عند النقطة 33 في المركز الثالث ولعب 21 مباراة. المقاولون العرب بعد هذا الفوز ارتفع رصيده إلى النقطة 15 في المركز ال16 ولعب 20 مباراة. آخر مباراة معانا الاتحاد السكندري وبلدية المحلة، والاتحاد السكندري فاز على بلدية المحلة بنتيجة 2-1 كده. الاتحاد السكندري عنده من النقاط 32 في المركز الرابع ولعب 20 مباراة. أما بلدية المحلة عنده من النقاط 19 ولعب 14 مباراة وعند بلدية المحل 19 نقطة في المركز ال 14 ولعب 20 مباراة. وبكده أكون خلصت معاكم الفيديو النهاردة. أتمنى من أي حد شاهد الفيديو لحد دلوقتي يا ريت ما تبخلش عليا باللايك. الناس اللي بتنسى اللايك فضلا وليس أمر، اللايك عندي أهم من أي حاجة، لأن اللايك عندي أهم من الكومنت ذات نفسه. إذا كان الكومنت بيديني حافز إن أنا أكمل في الفيديوهات، فاللايك طبعا بينشر الفيديو بتاعي، بيخلي اكبر عدد من الناس يشاهدوا الفيديو بتاعي. وطبعا الاشتراك في القناه ده شيء اساسي طبعا في الفتره اللي انا فيها دلوقتي، عشان خاطر عايز اجمع 1000 مشترك. والسلام. ختام.